عالسلامة، شكون فيكم يعرف قصة امرأة مناضلة تعرفت بحسناء فلسطين وعروس يافا؟ اليوم باش نحكيو على دلال المغربي. ولدت دلال المغربي سنة 1958 في مخيم صبرا في بيروت بعد ما تهجرت عائلتها من مدينة يافا في فلسطين المحتلة في نكبة 1948. التحقت دلال المغربي بالعمل الفدائي وهي صغيرة بالكل، وفي عمر 13 سنة فقط انضمت لحركة فتح الفلسطيني، وفي سن 20 سنة وتحديدا سنة 1978 ترأست كتيبة دير ياسين اللي كانت تضم 12 فدائي فلسطين، واللي كانت تحت إشراف القيادي خليل الوزير المعروف باسم أبو جهاد. ونهار 11 مارس 1978 قررت الكتيبة القيام بعملية عسكرية سميتها كمال عدوان نسبة للشهيد الفلسطيني اللي اغتالته إسرائيل سنة 1977. تفاصيل العملية كانت أنهم يقوموا بإنزال على الشاطئ ويسيطروا على كرم تاع جنود ويقودوها المبنى الكنيسة الإسرائيلي، والهدف كان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال. دلال ورفاقها نجحوا في القيام بالعملية ودخلوا للأراضي المحتلة أول مرة في حياتهم وأرعبوا الصهاينة، الشيء اللي خلى الجيش الإسرائيلي يعين إيهود باراك لإفشال العملية وتم محاصرة الكار بالطائرات والدبابات. فقامت دلال بقتل الجنود واستشهدت هي و10 من أفراد كتيبتها، وتم أسر الفدائي رقم 12. نتيجة العملية كانت قتل 37 إسرائيلي وإصابة 80 آخرين. دلال المغربي أعطت درس في النضال والتضحية والثبات على المبدأ، وخلدت اسمها كواحدة من أقوى المناضلين الفلسطينيين اللي دفعوا حياتهم من أجل قضيتهم ومن أجل تحرير وطنهم من الاحتلال الغاصب والغاشم.